السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جماعه بألف خير. النهارده بقى عندي عزومه جميله قوي قوي قوي، وضيوفي بجد بحبهم جدا وعزاز عليا قوي، فقلت لازم اعمل لهم بقى الوحش الشاشه ده، الديك الرومي القمر الحلو قوي قوي ده، بتتبيله بجد روعه، موجوده تقريبا في كل بيت، مش هتحتاجي تجيبي اي حاجه ان شاء الله من بره، مع رز بالخلطه. بصوا شايفين الجمال والحلاوه؟ يلا خشوا وتابعوا معايا الفيديو وهنمشي مع بعض خطوه خطوه باذن الله، وهقول لكم احنا عملناه ازاي وازاي طلع بالجمال والطريق والشكل الحلو الروعه ده. اهو شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه بجد ان شاء الله هتشرفك جدا جدا قدام ضيوفك وقدام حبايبك. بصوا الجمال والحلاوه، قمر قمر. بصوا، ورز، شويه رز بقى بالمكسرات والخلطه، ولا احلى من كده، وشويه خضار بجد روعه. يلا خشوا شوفوا الفيديو وهقول لكم دلوقتي عملناه ازاي مع بعض. يا رب النهارده الفيديو يا حبايبي يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. بصوا يا حبايبي، ده ديك رومي 12 كيلو. طبعا زي ما قلت لكم لازم حبايبي طبعا وضيوفي لازم احط لهم ديك رومي كده في نص السفره. مش عارفه باين ولا لا في الكاميرا. ده 12 كيلو بس تقيل جدا، مش عارفه اشيل. طبعا هقطع الراس بتاعته دي. دي الميه اللي هنقع فيها الديك الرومي، دي اللي هعمل لها بيها محلول. تمام. وده شويه كده من ملح الخشن، ملح البحر، يجي نص كوبايه ملح، وطبعا خل، نص كوبايه كده من الخل. طبعا نغطس فيها الديك الرومي دوت، اقلبه كويس كده عشان الملح يدوب كويس، وانزل بيها بالديك الرومي هغطسه فيها كويس كده. هسيبه حوالي من ساعتين ل3 في المحلول الملح ده عشان يطلع اي زفاره فيه ولا اي حاجه وحشه فيه، ويستوي معانا كمان بسرعه جدا، ما يبقاش في قلبيه دم ولا اي حاجه. طبعا بغطسه كده عن جميع الاتجاهات في قلب المحلول ده. طبعا لو عندك عزومه قبلها بليله بتجهزيه وبيبقى جاهز وبتشغلي عليه على طول، تاني يوم الفرن على طول بيبقى معاكي جاهز. يعني ممكن تجهزيه قبلها بليله لو عندك عزومه. بصوا يا حبايبي، هسيبه بقى في المحلول بتاعه كده من ساعه كده، من ساعتين ل3 ساعات لحد ما اجهز التتبيله بتاعته. وهنشوف دلوقتي هنجهز التتبيله ازاي مع بعض. معايا 4 معالق كده من الصلصه، صلصه او كاتشب، كوبايتين من الزبادي صغيرين. الزبادي بيديها طراوه كده وحلوه قوي. دي الكوبايه التانيه اهي. معلقه كبيره كده من الكمون، معلقه كبيره كده فلفل اسود، معلقه كبيره كده من 7 بهارات. بصوا معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره كده بهارات فراخ، معلقه كبيره كركم من الماجي، روم كويس كده تديها تست عالي قوي قوي. تاني اهو شويه من الخل،
وشويه كده من الزيت، كده من دبس الرمان، 3 معالق كده من دبس الرمان، ومعلقه كبيره كده من السكر. ده سر السوا بقى يا جماعه، او عسل اسود او عسل نحل. معلقه كبيره كده من الملح. بصوا حبايبي، اقلبها طبعا كلها كده مع بعضها. الخلطه دي بجد حلوه جدا، ممكن تستعمليها بقى في فراخ، في بط، في مثلا تتبيله لحمه، تتبيله فراخ، اي حاجه بجد هتبقى معاكي حلوه جدا جدا. اي حاجه هتعملها في الفرن هتبقى حلوه معاكي قوي، تنفع بجد للشوي، تبقى تحفه برضه. بصوا حبايبي، طبعا التتبيله بعد ما خلصتها طعمها روعه، طعمها حلو قوي قوي. بصوا ابتدي بقى اغلف فيها الديك الرومي كله كده. انا ضد طبعا الناس اللي بتحقنه تحت الجلد وكده، لان طبعا بيبقى لما بيستوي بتلاقي لسه في حاجات ما استوتش، فطبعا البابريكا وكده بتبان تحت اللحم كانه دم وكده، فاحنا بلاش نحقن الموضوع ده. هنبتدي بقى نتبله من جوه ومن بره كده. نحط جواه كده التتبيله. بصوا طبعا بتحطه من تحت الجلد كده اهو، تدخلي صوابعك كده بين الجلد، يا رب يبقى واضح بس في الكاميرا. كده اكبر حجم عنه تمام. وده الخضار، بصوا بصل وكرفس. ده الخضار اللي عامله خضار هيدي طعم حلو قوي للديك. بصوا بطاطس، جزر، بصل، فلفل الوان، كرفس، كل ده على بعض. اهو يا حبايبي. بصوا 4 فصوص كده من الثوم. طبعا هحط بقى التتبيله بتاعت الديك الرومي، شويه كده من التتبيله. حطيت التتبيله كده، هقلبه كله كده في قلب بعضه. الخضار ده بيبقى تحت الديك الرومي بيديه طعم حلو قوي، وهو الخضار نفسه بيبقى طعم حلو جدا. اهو يا حبايبي قلبت طبعا التتبيله كده في البوكيه جرنيه اللي هو الخضار. طبعا هحط الديك كده عليه، كتفت طبعا من الجناح من ورا، واحط طبعا الخضار جوه الديك. وطبعا انا متبلاه برده من جوه، ومتبله كل الخضار عشان ياخد من كل التتبيله. ودي التتبيله اللي نازله من الديك وكده، بحطها طبعا على وش الديك كده بالشكل دوت. زي ما قلت لكم يا جماعه، التتبيله دي تنفع لاي انواع من انواع الطيور، بط بقى، فراخ، اي حاجه. طبعا هحط لها شويه كده من ورق لورو. بصوا ريحتها بجد تحفه. وحطيت لها كوبايه ميه سخنه من الغلايه، او لو عندك شوربه ماشي حطي. وده طبعا كيس حراري فتحته كده وحطيته. بص طبعا، وده ورق سلوفان، بغلفها كويس قوي قوي بالورق السلوفان عشان تستوي معايا كويس. مش عايزه تحط لها ميه ما تحطلهاش عادي، هو كده كده الديك بينزل ميه وكده، بس انا طبعا عايزه الديك يبقى فيه طراوه كده، يبقى طري ويستوي براحته وكده، فطبعا لازم نحط لها كوبايه ميه. طبعا بغلفها كويس كده بورق السلوفان. حطيت لها 3 طبقات كده على بعض عشان الورق ما يتقطعش. تمام. وهدخلها بقى الفرن. وده طبعا الرز. هعمل بقى ديك البدايه بتاعه الديك والقناصه بتاعته. طبعا هحطها الاول تاخد صدمه.
تصفي كل ميتها كده، وبعد كده بنزل عليها بالزيت والسمنه معاها. هقلبها كده تقليبه اهو يا حبايبي كده بالشكل ده. ودي معلقه زبده بلدي وشويه كده من الزيت، واقلبهم بقى كويس. ودول فصين كده من الثوم يدوها ريحه وتست عالي كده. ودي معلقه كركم، ودي معلقه بهارات كبسه، ورقه شوربه ماجي. هنزل عليهم بالرز. الرز طبعا مغسول ومتنقي. لو عندك رز بسمتي اشتغلي بيه. انا هشتغل بصراحه بالرز المصري. انا بحب الرز المصري اكتر من الرز البسمتي، مش عارفه ليه مش بحبه. حطيت طبعا معلقه ملح. اقلبهم بقى كويس كده مع بعض، وسقيتهم طبعا بميه بتغلي، واظبط ملحهم واغطي عليهم. تمام كده تمام كده. بقى الصينيه اهي في الفرن. طبعا هي خدت لها حوالي 3 ساعات في قلب الفرن. هو كل كيلو تسويه بياخد له حوالي ربع ساعه. طبعا انا كنت حطاها في ارضيه الفرن زي ما انتم شايفين كده، ومولعه الشوايه سنه صغيره خالص، ومخليه الفرن على درجه حراره 200. بص طبعا بلمعها كل شويه، كل ما بخرجه من الفرن كده بطلعه والمعه من الصوص اللي نازل منه، عشان يدي لمعه كده ويبقى فيه طراوه، يبقى طري اللحم بتاعه، يبقى طري وطعمه حلو. كل ما احس ان هو خلاص نشف بغلفه من كل جميع الاتجاهات من الصوص بتاعه. طبعا هشوف الرز استوى ولا لا. طبعا دخلته الفرن تاني وهو داخل على سوا، رحت شايلاه ورحت حاطه في قلب شلت الورق طبعا من عليه، وحطيته بقى في البتاع ده في الفرن من غير الورق وكده عشان يتحمر كله. طبعا بعد ما الرز استوى، طبعا ده زبيب كنت نقعه طبعا في ميه سخنه، حطيته الاول يتشمع في طاسه سخنه، وبعد كده حطيت له معلقه زبده. وده طبعا السوداني. اي مكسرات عندك بقى استعمليها. واحط له شويه من الملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود. طبعا هبتدي بقى اعمل الصينيه اللي هقدم عليها الديك. طبعا دي الصينيه اهيت، فضيت عليها الرز بالشكل دوت. الرز ريحته حكايه حكايه حكايه، مع انه رز مصري عادي. والديك بصوا لونه روعه. واو، الله الله الله، يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوه. مش قادره اقول لكم والله، في الحقيقه شكله بجد روعه. بص طبعا كنت مكتفاه. ده الخضار اللي جواه اهو، بصوا مستوي مهري. طبعا هغلفه كله كده بورق السلوفان يدي شكل يعني العين بتاكل قبل البق. طبعا ده الخضار هعبيه كده في طبق. الخضار برضو بجد ده بيبقى حلو قوي قوي، اللي هو بتقدميه جنب الرز بقى كده بتاعه، بجد ملوش حل. يا سيدي يا سيدي. بصوا ده طبعا المكسرات وكده بفضيه طبعا على الرز كده بالشكل دوت. المكسرات برضو بتخلي الرز طعمه حلو قوي. مش لازم بقى نجيب فستق مش عارف الكيلو مش عارف بكام، مش لازم بقى نجيب عين جمل مش عارف ايه. هو اي حاجة كده يا جماعة نمشي نفسنا بيها. السوداني والزبيب حاجة على قدنا وحاجة زي الفل وطعم حلو وكل حاجة زي الفل يعني. بص طبعا وحطيت له طبعا خيارايه كده وفلفل، بصوا وجزرايه. بصوا شكله حلو قوي قوي، هو يتكلم عن نفسه بجد، حكايه وحلو جدا. ايه رأيكم؟ والرز بقى بالمكسرات مش قادره اقول لكم، مش قادره اوصف لكم ريحته وطعمه يا رب يا حبايبي النهارده الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب القناه. مع الف سلامه.